بعد فيلم الكيف السيناريست محمود أبو زيد سأل نفسه سؤال مهم: هو الكيف مخدرات بس ولا ممكن يبقى أي حاجة تانية؟ لحد ما وصل للكيف اللي كان منتشر ساعتها في البلد كلها، وهو الدجل والشعوذة والضحك على عقول الناس، وده اللي نتج عنه فيلم البيضة والحجر. لقيت ان في نوع من المخدرات اشمل واعم، يعني بعض الناس يتعاطوا المخدرات ايوه. اللي هي المادية، انما تقريبا كل الناس بيتعاطوا المخدرات المعنوية. قصة الفيلم باختصار عن مدرس فلسفة ومنطق بيتحول من شخص صاحب مبدأ وقيم لدجال نصاب بيضحك على الناس عشان يكسب فلوس. أي شخصية في الفيلم ليها اسم رمز لحاجة معينة، فهنلاحظ إن الدجال اللي في أول الفيلم كان اسمه سباغ، كلمة سباغ معناها دجال أو نصاب. وهنلاحظ كمان إن أحمد زكي في الفيلم اسمه مستطاع التعظي، والاسم ده جاي من إنه بيستطيع وعظ الناس. وعندنا صاحبه اللي كان اسمه توالي، والاسم ده جاي من إنه هيبقى تابع ليه في كل حاجة. وكمان في شخصية كانت بتعمل كل حاجة باستعجال، وكان اسمه أبو السيع. مبدئيا عشان ما تتوهش مني تعال نتفق اتفاق بسيط، وهو إن هحلل الفيلم تحليل عام وشامل، ولو هحلل مشاهد فهتكون مشاهد معينة لأهميتها. يعني التحليل مش لازم يبقى ماشي بترتيب الأحداث اللي في الفيلم. تمام اتفقنا؟ يلا بينا. بنلاحظ إن مستطاع التعظي في أول الفيلم كان في كام مبدأ مهمين ماشي بيهم في حياته، ومن المبادئ دي هو محاباة الغلاء بالاستغناء. يعني أي حاجة بتغلى عليه كان بيستغنى عنها وبيشوف لها بديل. زي ما شفنا في أول الفيلم لما الشقة اللي كان قاعد فيها مع صاحبه توالي الإيجار بتاعها غلي، خد بعضه وسكن في أوضة فوق السطوح، اللي بالمناسبة كان عنده علم بإنها مسكونة واتقتل فيها حد قبل كده، ومع ذلك وافق إنه يسكن فيها عشان سببين. أول سبب هو إنه يسكن فيها ببلاش لمدة شهرين، وبعدها هيدفع إيجار أي كلام عشان سمعة الشقة، وإن صاحب البيت مصدق إن لاقي حد يسكن فيها. وتاني سبب إنه مثقف وواعي وفاهم إن كل الكلام ده وهم ومش حقيقي، ومفيش حاجة اسمها واحد يموت وعافيته يفضل عايش في الشقة وبيطفش في الناس اللي هتسكن فيها. وهنا بيحصل مشهد بيوضح حاجة مهمة جدا. لما بنكتشف إن الشقة مش مسكونة فعلا وإن البواب وصاحبه هما اللي بيعملوا المقالب بتاعتهم دي عشان يضحكوا على الناس ويطفشوهم، هنا مستطاع بياخد باله وبيواجههم بنفس السلاح اللي كانوا بيواجهوه بيه، وهو إنه شخص مبهوك وليه كرامات وممكن يأذيهم، وهما زي العبط بيصدقوه وبيخافوا. وهنا انت لاحظت حاجة مهمة جدا، وهي إن مع إنهم بيضحكوا على الناس كل المدة دي بس وقعوا في نفس الفخ اللي كانوا بيوقعوا الناس فيه، وهو الخداع. وده نفس اللي حصل مع سباغ شخصيا لما واجه مستطاع، بس الحتة دي هيتكلم عنها قدام مش دلوقتي. وبعدها الفكرة بتبدأ تكبر في دماغ مستطاع، خصوصا لما بتجيله واحدة وتبوس إيده عشان يعالج ابنها. وهنا مستطاع نفسه بيقع في الفخ، بس مش فخ الخداع لأ، فخ الضعف. الضعف اللي هو نفسه حذر الطلاب منه في الأول. لأن لو رجعنا للمشهد اللي كان في الفصل هنلاقي إن مستطاع كان بيقول إن التكيف شيء مهم، وإن الإنسان لازم يتكيف مع البيئة المحيطة بيه عشان يتأقلم ويعيش. وهنا سألوا الطالب لو البيئة المحيطة بيه دي فاسدة أصلا هيتكيف معاها إزاي؟ هنا مستطاع قال إيه بقى؟ قال لازم الإنسان يحد من استهلاكه ويخلي عقله يتحكم في الموضوع لأنه بطبعه حيوان استهلاكي، وعشان كده لو حط حدود لاستهلاكه ده ساعتها بس هينجح. شفت انت بقى الكلمتين اللي قالهم دول؟ اهو دلوقتي هيبدأ يحدفهم في الزبالة ويعمل اللي هو نفسه حذرنا منه، وهو انه يبقى حيوان استهلاكي. ومش هيحد من استهلاكه، بالعكس ده الطمع والجشع هيملوا عينيه لحد ما يوصل لأعلى مراحل الاستهلاك. وهنا هو هيقع في فخ الضعف، الضعف قدام الشهوة، والشهوة دي شهوة أكل وفلوس وسلطة وصيت وكل ما تشتهي الأنفس، خصوصا إنه أصلا مش لاقي ياكل. وهنا الفيلم بيوضح لك إن الحكاية مش حكاية مين جاهل ومين مثقف، بل الحكاية حكاية مين عنده الإمكانية إنه يحد من استهلاكه، وإنه يحد من شهواته قدام الإيحاءات والإغراءات المادية والمعنوية اللي موجودة قدامه. لأن سواء كنت جاهل أو مثقف وذو علم، فأنت لو ضعيف قدام شهواتك فاستهلاكك هيزيد، وساعتها أنت هتبقى وقعت في الفخ زي مستطاع بالظبط. بعدها مستطاع بيستغل موهبته وعلمه وأسلوبه في إقناع الناس بإنه بيحل مشاكلهم بالمنطق والفلسفة، بس الاسم إنه بيعمل كده عشان هو شخص مبهوك وليه كرامات والخزعبلات دي. فبنشوف إنه بيحل مشكلة واحد علاقته بزوجته مش كويسة، وطبعا أنت فاهم قصدي إيه.
بإنه بيقول له يدلّعها ويقول لها كلمة حلوة، يعني سبحان الله كانت تايهة عنّه فين دي؟ وبنشوف لمّا واحد بيستعين بيه عشان يكشف مين اللي خَد الفلوس من الشقة بتاعته من ال3 ستات اللي متجوّزهم، فمستطاع بيجيب سكينة وبيخلّيهم يحطوها على لسانهم على أساس إن اللي خَد الفلوس منهم السكينة هتقطع لسانه. وهنا هو بيلعب على عامل الخوف من المجهول، بمعنى إن الست اللي هتاخد السكينة هيبقى عندها خوف بنسبة 1% إنه دجال بجد وإن السكينة هتقطع لسانها بجد، فهتعترف على نفسها إنها خدت الفلوس من خوفها من المجهول. وطبعا هو بيعمل كل الحيل النفسية دي مع كل زبون عشان يحل مشاكله ويكسب فلوس وسمعة وصيت. وهنا هو أكد تاني على فكرة إن مش شرط اللي يضحك عليه يكون جاهل، بل ممكن يكون شخص عادي وكمان مثقف، بس بسبب خوفه من المجهول وضعفه هيوافق ويصدق بمعتقدات ضد المنطق عشان يطمن نفسه ويتغلب على خوفه. وطبعا الحقيقة إن كل حاجة بإيد الله عز وجل، مش بإيد واحد ماسك سبحة وماشي عمال يقول في أي كلام يخوف بيه الناس عشان تصدقه وتعمل له ألف حساب. بعدها الدجال اللي اسمه سباخ بيطلع من السجن وبيكتشف إن مستطاع خد مكانه، وهنا بيطلع عشان يواجهه وبيحصل اللي قلتلك عليه في الأول، وهي إن الموضوع معتمد على الخوف، يعني اللي هينجح فيهم إنه يخوف التاني هو اللي هيكسب ويكمل. وطبعا مستطاع بذكائه وموهبته وعلمه بيضحك على سباخ وبيخوفه، وبعدها سباخ بيحاول يطلع الأوضة وياخد الفلوس تاني اللي حوشها طول حياته ومخبيها، بس مستطاع بيقفشه وبيقسم معاه الفلوس. وهنا دي نقطة تحول بالكامل في شخصية مستطاع، لأنه في الأول كان بيقنع نفسه بإن اللي بيعمله ده بيساعد الناس ومش نصب ولا حاجة، ده بيحل مشاكلهم بأسلوبه، وقصاد ده بياخد حبهم ليه وفلوس وأكل وسمعة كويسة. وهفتح على موضوع يهم كل الناس. الفلسفة لازم تكون في خدمة المجتمع. لكن دلوقتي دي سرقة علني، هو بياخد 50,000 جنيه بدون وجه حق من واحد عمل نفس اللي هو بيعمله دلوقتي. وهنا مستطاع تقبل خلاص إنه بقى نصاب وحرامي وواحد تاني غير اللي هو كان عليه في أول الفيلم. وبالنسبة للبواب وصاحبه اللي بيلم فلوس من السكان على أساس إن الأسياد هتسيبهم في حالهم وبعدها بيعملوا دعاية لمستطاع زي ما عملوا لسباغ بالظبط، فدول بيمثلوا الإعلام اللي بيضحك على عقول الناس وبيعمل دعاية لحاجات مش منطقية. وعشان أثبت لك إنهم بيرمزوا للإعلام الفاسد، فساعة لما سباخ كان بيواجه مستطاع في الأوضة هما كانوا قاعدين تحت بيتفقوا على حاجة مهمة جدا، وهي إن اللي هيكسب فيهم هما هيبقوا معاه في صفه سواء كان مستطاع أو سباخ. وده اللي الإعلام بيعمله بالظبط، هو على طول هيفضل يطبل ويعمل دعاية للي موجود، اللي ليهم مصلحة عنده ما عندهمش انتماء لحد معين. ومش محتاج أقولك طبعا إن العمارة بتمثل الشعب بطبقاته المختلفة. هننط في الأحداث شوية وهنوصل لأن خلاص مستطاع بقى دجال وليه سمعة وصيت وغني ومعاه فلوس وعنده فيلا وكل ما تشتهي الأنفس، بس بيجي مشهد بيفهمك قد إيه مستطاع اتحول لواحد تاني، وهو إنه بيبقى قاعد بياكل وقدامه كل ما تشتهي الأنفس حرفيا، بس ما بياكلش وبيفضل يشرب في ويسكي، وده عشان الويسكي هو أغلى حاجة موجودة قدامه دلوقتي. وهنا بعد ما كان مستطاع ماشي بمبدأ محاربة الغلاء بالاستغناء في أول الفيلم، بقى بيشرب الويسكي وسايب الأكل عشان الويسكي أغلى حاجة فيهم. وهنا وضح لك هو قد إيه اتحول لشخص تاني خالص، اتحول للشخص اللي حذرنا منه في أول الفيلم. وهي دي خطيئة الطمع يا صديقي، هو دلوقتي بعد ما كان بيتحكم في الحاجة بالاستغناء بقت الحاجة هي اللي بتتحكم فيه. هنط في الأحداث تاني عشان نحلل مشهد من أهم المشاهد اللي موجودة في الفيلم ويمكن أهم مشهد. بعد ما مستطاع بيتقبض عليه وبيعترف قدام الضابط بإنه دجال ونصاب عشان يحبسوه، هنا بتحصل حاجة عجيبة جدا. الضابط بيقوله إن الكلام ده مش صحيح وإنه شخص واصل وليه كرامات، وده عكس مشهد التحقيق اللي في الأول، لأن ساعتها كان مستطاع شخص كويس بجد وصاحب مبدأ، وساعتها كان خايف وبيدافع عن نفسه. بس الضابط اللي كان قدامه ساعتها كان بيعامله على إنه مجرم، وكمان كتب في التحقيق إنه صاحب مبدأ، وكأن دي كانت جريمة ساعتها في الوقت ده، اللي هو أنت صاحب مبدأ وضد الهجايص والتخاريف اللي ماشية في البلد؟ لأ، ده أنت مجرم ولازم تتعاقب. لكن لما مستطاع بقى دجال وتكيف مع المجتمع الفاسد وعام على عمهم وبقى دجال ونصاب، ساعتها بقى ليه نفوذ وسلطة وحب الناس، وده اللي خلى الضابط بيتكلم معاه بأسلوب هادي كأنه بيتكلم مع شخص مهم مش متهم بيعترف على نفسه بالنصب والاحتيال. وبعدها لما الضابط بيسأل مستطاع وبيقول له هل انت بتتهم المجتمع بالجهل، فهو بيقول له لأ، أنا بتهم المجتمع بالضعف. ودي الرسالة اللي الفيلم بيبنيها من الأول، وهي إن كونك ضعيف ده مش بيختلف من كونك شخص جاهل أو مثقف. طالما أنت ضعيف قدام شهواتك ورغباتك
استهلاكك هيزيد. لو استهلاكك زاد عن المعدل الطبيعي فأنت وقعت في الفخ. إيه هو بقى الفخ؟ الضعف مش الجهل، الضعف، وحط تحت الضعف 100 خط. فلو عايز نصيحة مفيدة تطلع بيها من الفيلم ده، اسمع المشهد ده تاني. إذا فسدت البيئة فلا بد للإنسان أن يحتمي بعقله لينجو من الفساد. أنا خلصت، بس الأفلام لسه ما خلصتش. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك الفيديو الجاي، وبس كده. سلام يا اخواتي. ويل للعالم إذا انحرف المتعلمون وتبهيض المثقفون.